نادي المريخ السوداني وفي الاتحاد السوداني وفي الهلال. واسمه معروف وراجل، يعني انت حضرتك اكيد يعني ممكن تكون عارفه. عارف طبعا الدكتور مدثر. ممكن ابعت لك رقمه تتواصل معاه مباشره. هو طبعا بنوضح لكل الناس، انا طبعا تم التواصل مع احد الزملاء والاستاذه مريم في قناه النادي الاهلي، الكلام ده من ساعتين تقريبا، وطبعا بنجهز المستندات لان الراجل معاه مستندات. قول لنا التفاصيل. طيب الدكتور مدثر كان رئيسا لنادي المريخ، النهارده بيعلن ان مشاركه الهلال في البطوله الافريقيه باطله، وان في مستندات امام الاتحاد الافريقي ستبعد الهلال. قول لنا التفاصيل على مسؤوليتك. التفاصيل ان في شكوى تم تقديمها شهر 9 اللي فات. هو هنا بيتهم كمان ان الاتحاد يا فندم قول لنا الاول التفاصيل عشان ما نتوهش الناس وبعد كده نقول مدثر عليها. الشكوى نفسها اللي اتبعتت في شهر 9 اللي فات ديت بتفيد ان بعض لعيبه الهلال السوداني ان هم متجنسين وفي تم التلاعب في الاوراق بتاعتهم. انت عارف عدد المعترفين بيبقى لهم عدد معين. فطبعا العمليه طبعا اتظبطت واتقدم الاوراق ديت، والراجل معاه صحه منوفيد وقدم شكوى في الكاف في شهر 9 لحد النهارده، ومعاه نص الشكوى ممكن ابعتها لك على الخاص يا استاذ عبد الناصر. ما حدش رد عليه. في احد الزملاء لما نشرنا الخبر قال لك تم التواصل مع الكاف ونفى الموضوع. قلت له يا زميلي العزيز الكاف مشترك اصلا، فما فيش حد يعني هيكون مشترك في فساد. وانا اقول لك ابعت لنا الشكوى رئيسنا. ممكن ابعت لك رقم الدكتور مدثر بنفسه تتواصل معاه. هو راجل في الامارات حاليا، والراجل ان شاء الله يتم التواصل معاه، هينزل بالمستندات وكل حاجه على احد القنوات. كل ده للراي العام خلال اليومين دول. طب ابعت لي لو سمحت الشكوى لو سمحت يا جماعه. الدكتور مدثر رئيس نادي المريخ السابق بيعلن ان مشاركه الهلال السوداني في هذه النسخه باطله، وان الهلال زور في لاعبيه وقائمته. طب نقطه ثمانية ابعت لي الشكوى يا استاذ علاء. ربنا بينصر الاهلي.